هيدي أطيب شيش برك ممكن تعملوها لما الصايم وقت الإفطار بده شي يكون طيب ويدفي له معدته. حواني على التحضير. بدنا نبتدي بعجينة الشيش برك، هي كتير بسيطة وكتير سريعة. بدنا مقدار 3 كيسات من الطحين. منزيد عليهم ما يعادل الملعقة من الملح. وبدنا نختمهم بآخر أهم مكون وهي المي الدافية. المي منضيفها بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام اللي بدنا إياه، وما بقدر حددكم مقدار معين للمي، لأن تختلف كمية المي حسب نوعية الطحين. ولازم تطلع العجينة عنا بهذا الشكل وبهيدي النعومة والطراوة ما شاء الله. منجيب الجاط اللي بدنا نريح بداخلها العجينة ومننزل بداخله شوية زيت نباتي. مننزل العجينة. هلا منشيلها ومنحطها على جانب اقل شغلة 10 دقايق حتى ترتاح. بهذا الوقت بدنا نحضر الحشوة. للحشوة بدنا بصلة متوسطة الحجم، نكون نحن مقشرينها قبل بوقت، بنقصها من نصها وبنرجع بنفرم البصلة. من بعد ما نحط البصل بداخل المقلاية منزيد عليهم شوية زيت نباتي. من بعد ما يدبلوا عنا البصلات ويصيروا بهذا الشكل منزيد عليهم اللحمة المفرومة ومنقليهم كتير منيح مع بعض حتى يستووا نص استوى. من بعد ما يصيروا عنا بهذا الشكل منزيد عليهم رشة 7 بهارات على رشة ملح، واكيد الملح حسب الرغبة. بنقلبهم كتير منيح ونترك اللحمة حتى تستوي وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. منرش طحين على كل الطاولة ومنجيب العجينة من بعد ما ارتاحت وبدنا نرجع نرقها ونفردها للعجينة. من بعد ما نفرد العجين وتصير عنا بهذا الشكل باستخدام كاسة بدنا نبلش تقطيع العجين، واكيد فينا نحن نتحكم بالحجم اللي بدنا اياه. بدنا هنا بهذا الشكل. بالنسبة للعجين الزايد هذا فاكيد هودي منشيله ونرجع منعجنهم ومنقطعهم بهذا الشكل. نبلش بحشي العجين، منجيب شوية حشوة ومنحطهم، نرجع بنلقط الاطراف ومنسكرهم حتى يصيروا عنا بهذا الشكل. بنرجع بنلقط هودي الطرفين ومنسكرهم على بعض وبتكون قطعة الشيش برك صارت جاهزة عنا. بعمل كل الكمية وبرجع لكم. لخليط اللبن اللي بدنا نطبخ بداخلهم الشيش برك بدنا كيلين من اللبن، ولكل كيلو لبن بدنا كيسة مي. منزيد عليهم شوية توم بروش، الملح حسب الرغبة، وبنختمهم بشوية نعناع يابس. بنزيد عليهم شوية نشا حتى ما يفرط عنا اللبن، وفيكم تستبدلوا النشا ببيضة كاملة. منقلب كل هالمكونات كتير منيح مع بعض على البارد، نرجع بناخدهم على نار متوسطة ونضلنا منقلب فيهم حتى يسخنوا عنا وبدهم يبلشوا بالغليان. في شغلة شيش برك بتتحضر من أكثر من طريقة بالمعنى الأبسط، في ناس بتشويها بالفرن وفي ناس وأنا منهم بنحطها ني بداخل اللبن. من بعد ما صار عنا اللبن بهذا الشكل بنبلش تنزيل الشيش برك كل حبة بحبتها. للطشة اللي بدنا نختم فيها شيش برك من بعد ما يجهزوا بدنا سمنة دايبة ومنزيد عليها توم مبروش، واكيد ما بتكمل الا مع الكزبرة البلدية. منقليهم كتير منيح مع بعض حتى تفح ريحتهم وبتشق القلب وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. شوفوا لها شيش برك كيف قدين عم يتسبحوا بداخل اللبن. هلا بدنا نتركهم على نار خفيفة حتى يستووا عنا وبيكونوا صاروا جاهزين. منطفيهم بالطشة اللي حضرناها ومنقدمهم مثل ما بدنا، فينا نقدمهم سخنين وفينا نقدمهم بردين. بسم الله. شوفوا لي هالمنظر اللي بيفتح النفس، قلب الصغير لا يتحمل. بعد ما صاروا جاهزين عنا بنطفي تحتهم النار، بنتركهم حتى يبردوا شوي بنرجع بنسكبهم وصحة وهنا. شوفوا لي هالمنظر الفاخر، شيء بيفتح النفس، وقد ما بنكون عم نمدح فيها للريحة ما بنكون عم نعطيها حقها. وبهالطريقة بنكون حضرنا أطيب شيش برك، وهلا كل وشكور. جربوا هالطريقة ومش رح تندموا.